صباح الخير، صباح يوم جديد وصباح فطار جديد. صباح العزومات هلت علينا كده من أول يوم رمضان. الفيديو ده من أول يوم رمضان، بس ما نزلتهوش ليكم بصراحة. يعني بصوا الكسل يا ولاد. بس فيديو حلو، فيديو لذيذ، مش عايزة أحكي لكم عليه. تعالوا بقى نندمج مع بعض كده ونشوف الجمال دلوقتي. صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. كل سنة وانتم طيبين. رمضان بكرة ان شاء الله. يا رب كده يا رمضان يدخل علينا لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله، وتجعل ايامكم كلها سعادة وخير وبركة ورضا كده من عند الرحمن. بمناسبة بقى ان رمضان بكرة، جينا علشان خاطر نجيب شوية فول من الارض. شايفين الفول؟ شايفين الحلويات؟ شايفين يا ولاد؟ الله 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 الله، شايفين؟ بصوا، سبحان الله ما شاء الله. وكمان نجيب كرنبايه حلوه علشان خاطر نعمل عليها كده بطايه حلوه، ونعمل كده اول يوم رمضان حله محشي وبطايه كده. يعني ايه، الحمد لله، ربنا يوسع علينا وعلى الناس كلها رب العالمين. تعالوا بقى اوريكم كده الكرنب وحلاوته والفول وجماله. كل سنه وانتم طيبين. شايفين الكرنبايه القمر دي يا ولاد؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، حلوه حلوه حلوه. الخير والبركه من عند ربنا كده، والرضا من عند ربنا يا ولاد. شايفين؟ تعالى انت اللي هتعمل. بصوا، الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شايفين الفول؟ بص يا ولاد، الله الله الله. وادي يا مصطفى، تعالى انا وهي حاتم. تعالى انا اهو. هنا واحده عسل اهي. عندك برضو حلوه، واحده حلوه اهي. شوف اللي هي اللي هناك. يلا طيب نجيب من جوا. تعالوا كده اما ندعبس على واحده. دي حلوه. فين؟ تعالى يا حاتم. ده هي حلوه يا حاتم ولا ايه؟ ولا لسه هتعمل؟ تعالوا بقى اما ادوقكم الفول بتاعنا، اوريكم الفول وحلاوته. قمر، عسل عسل، وربنا عسل. فلنا الحلو الجميل. بصوا يا ولاد، بصوا 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 يا ولاد، بصوا بصوا يا ولاد. الله، بصوا يا ولاد. وانا عايزه الحبايه الكبيره. بصوا، شايفين؟ بصوا، بس ده لسه ايه، معباش حبايه. بصوا يا ولاد، بصوا. صلوا على النبي، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا، الشمس. ايه رأيكم بقى في شوية الجمال اللي شفناهم مع بعض دول؟ طبعا ده كان أول يوم رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة وانتم بخير، وينعاد عليكم بالخير دايما يا رب العالمين. فالمهم ان انا ما نزلتش الفيديو معاكم بصراحة، كان على التليفون، وكل ما اجي منتجه حاجة تعطلني. فتعالوا اقول لكم كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وانتم بخير. وتعالوا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونحط حتة اللايك الصغنطوط، ونحط حتة الاشتراك الجميل. عشان كده، عشان خاطري تشجعوني، وكلنا بنشجع بعض. ربنا يسعد قلوبكم جميعا زي ما بتسعد قلبي بالكلام الحلو الطيب. هنا بقى كنت فين؟ كنت في الجرم الصبح. اول يوم رمضان ببص لقيت جوزي بيقول لي ايه، احنا هننزل نفطر تحت عند ماما، عند حماتي يعني. طيب انا هعمل بقى اكل امتى؟ طب ما بتعرفنيش على بيت ليه يا ابني؟ المهم،
صحيت بقى الصبح بدري كده، رُحت مجهّزة زي ما أنتم شايفين ذبحت البط، ورُحنا كنا جايبين أصلًا الكرنب كان عندنا على بقى من قبلها بيوم كده، وجبنا الفول معاك وضبّطنا الدنيا. المهم إن أنا هنا باعمل التسبيكة بتاعة المحشي، ضربت راس توم حوالي مثلًا هنقول مش راس توم راس كبيرة يعني منها كده 10 فصوص توم، تمام، وضربتهم مع بعض كده في الكَبّة على بصلتين، ورُحت محمّراهم أو مدّية لهم تشويحة كده دبلوا معايا، نزلت عليهم بشوية كمون، شوية سُكّر علشان السُكّر علشان البصل بتاعنا يتكرمل معانا، وبعدين نزلت بالصلصة، وهناك على العين التانية باسلُق الكرنب. تمام، تمام. تعالوا بقى نعمل وصفة قمر مع بعض دلوقتي مش هتصدقوا إن هي اتعملت إزاي. هنوفّر مع بعض لحمة مفرومة، بدل ما هنعمل بكيلو لحمة مفرومة ب300 جنيه أو ب350. تعالوا بقى نعمل الجمال ده. جبت الكبد بقى طبعًا بتاعة البط كله، ورُحت مقطعاها شرايح زي ما أنتم شايفين، والقوانص قطعتها حتت صغنطوطة وهافرمها في الكبة زي اللحمة المفرومة بالضبط. لا خلاف كده على على اللي إحنا بنعمله إن هي مش هتبقى زي اللحمة المفرومة، هنخلّيها زي اللحمة المفرومة وأحسن كمان. هنعمل وصفة حلوة أوي، وصفة جلاش كده بالبشاميل، مش عايزة أقاطع ومش عايزة أحرق لكم كده الحاجات اللي هتحصل، فخلّينا ماشيين. المهم إن أنا فرمت القوانص والكبد قطّعتها وكل حاجة من دول، رُحت جايبة ما شاء الله كده عليها عصرة ليمونة وشوية فلفل أسود، وشيلتهم على جنب علشان خاطر طبعًا ريحة الزفارة. هنا بقى حطيت مكعب زبدة، حطيت شوية زيت، ورُحت نازلة ببصلتين كبار من بحبّتين كبار من البصل، تمام، هندّي لهم تشويحة حلوة كده محترمة بنت ناس، وعلى البصل بتاعي وهو بيتشوّح بانزل بمعلقة سُكّر، بُصّوا بتودّيها في حتّة تانية خالص. ورُحت نازلة كده بشوية القوانص بتوعي، طبعًا القوانص بتاخد وقت كتير عن الكبد، هادّي لها تشويحة حوالي 5 دقايق كده، وبعدين هاروح نازلة بالكبد، كده أنا لسه ما ضفتش أي بهارات أو أي حاجة. هنا معايا بقى شوية كمون، على شوية فلفل أسود، على شوية ملح، على مكعبين مرقة، وكمان شوية بس وخلاص، خلاص كده، وهنسيبهم يتشوحوا أو يتعصجوا معايا زي اللحمة المفرومة بالضبط، تمام، تمام. هنا بقى كنت ما شاء الله هنعمل حلة محشي كبيرة، تمام، فالمهم التقلية بتاعتي استوت أو التسبيكة بتاعة المحشي. طبعًا باحب أشوّح الرز معايا في الصلصة كده. المهم إن أنا غاسلة الرز ومصفياه من المَيّة كويس جدًا، ورُحت نازلة مديّة له تشويحة، وحطيت طبعًا البهارات، بهارات محشي، كمون، شوية كزبرة وشوية ملح وشوية سكر، وضبّطت الملح بتاعه وضبّطنا الدنيا كده. هنا بقى هنشوّح البط القمر زي ما أنتم شايفين. طبعًا بانزل بشوية طماطم وشوية بصل وشوية فلفل، وبانزل بالبط بتاعي نُص كوباية مَيّة، عليهم مكعبين 3 مرقة كده، وشوية فلفل أسود وشوية ملح، وباشوّحهم كده حوالي نُص ساعة وبعدين بازوّد المَيّة. هنا باحشي المحشي، قعدت بقى على الأرض علشان خاطر أحشي الجمال اللي حضراتكم شايفينه ده، حلة محشي مش عايزة أقول لكم قطمت وسطي، تمام، تمام. هنا بقى هنعمل شوية الجلاش القمر اللي مش عايزة أحكي لكم على حلاوتهم وعلى طعمتهم، عاوزاكم تجربيهم بنفس الطريقة بتاعتي وإن شاء الله تعجبك. جبنا معانا لفة جلاش، طبعًا أنا كنت عاملة صينية كبيرة جدًا، جدًا، ودي صينية صغيرة. المهم إن أنا زي ما قُلت لكم إن أنا جبت صينية كبيرة، عملت صينية كبيرة وصينية صغنطوطة. المهم صورت لكم الصينية الصغيرة دي، جبت معايا لفة جلاش، وطبعًا فردت نُص اللفة بتاعة الجلاش في الأرضية، وكمان ما شاء الله كده النُص التاني هافرده على الوش، طبعًا بعد ما فردت النُص الأولاني، وبين كل ورقة وورقة بادهن كده زي ما حضراتكم شايفين، ورُحت نازلة بالكبد والقوانص بتاعتي، ورُحت كنت عاملة بيها شوية بشاميل قمر، رُحت ضايفة نُص طبقة البشاميل على الكبد والقوانص، حاجة كده خيال، وهم. وبعدين رُحت مكمّلة عادي خالص لفة الجلاش بتاعتي وباقفّلها كويس، والحتّة اللي مش مدهونة كويس باحاول إن أنا أدهنها زي ما حضراتكم شايفين كده، وباروح مقطّعاها التقطيعة الحلوة الجميلة أهو المثلثات بتاعتنا تقطيعة البيتزا، وبعدين باروح زي ما قُلت لكم الحتت اللي مش متغطية بالسمنة باروح كده دهنها زي ما أنتم شايفين، علشان خاطر تبقى مقرمشة معايا. تمام لحد هنا، تمام لحد هنا، والنبي لو نسيتِ تحطّي لي لايك حطّي لي لايك، ولو أول مرّة تشوفي القناة عشان خاطري تحطّي لي حتّة الاشتراك الجميل، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. هنا بقى نزلت بشوية البشاميل اللي فاضلين معايا على الوش، هتبقى حلوة، هتبقى فظيعة، بُصّوا هتبقى حاجة أجمل حاجة أنتم كلتوها في حياتكم. كانت بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده، وهنا كنت خلّصت الأكل وكنت رُحت الجُرن بتاعي، وما شاء الله بُصّوا كانت فظيعة. أنا جِبت لكم يعني حتّة صغنطوطة كده من الأكل بس الأكل كان كتير، ما شاء الله كده تبارك الرحمن.
ما شاء الله، ما شاء الله، صلّوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وعايزاكم تجرّبوها بنفس الطريقة بتاعتي، وده كان كده فطارنا أول يوم رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة وأنتم بخير، وينعاد عليكم بالخير يا رب دايمًا، وربنا يوسّع علينا وعلى الناس كلّها، ويجعلنا كده نراضي الناس دايمًا يا رب العالمين. المحشي بُصّوا مفرفت، كل رُزّاية ورُزّاية كده بعاد عن الرُزّاية التانية، ما شاء الله، ما شاء الله، والبَط بقى كان داب دوب، كان بُصّوا استوى ما شاء الله مش عايزة أحكي لكم، يعني كان عامل زي لحمة الخروف، بُصّوا يا ولاد بُصّوا، يا رب توسّع علينا وعلى الناس كلّها، شايفين الحلويات؟ الواحد رِوْه بيجري بصراحة. شايفين الحلويات؟ كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة وأنتم بخير، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى إني كمان أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم يا رب العالمين، وما اتحرمش منكم أبدًا، وما اتحرمش من كل الناس الجميلة اللي دخلت في القناة ونوّرت الدنيا كلّها، وأتمنى إن أنتم تتفرّجوا على الفيديو كامل عشان خاطري، عشان العيلة بتاعتنا تكبر، وعشان القناة تكبر، وكمان يعني عايزة أقول لكم إن أنتم هتوحشوني، على أمّا أصوّر معاكم فيديو تاني، بجد أنا بُصّوا حيلي مهدود اليومين دول في القناة، باصحى من الصبح أروح على الجُرن جري أخلّص شغلي، واستنى لحد ما ملوكة تصحى الضهر كده ونرجع نصوّر لكم فيديو حلو وفيديو لذيذ، متشكرة جدًا ليكم.